ليش جاي تلمون من الزبل؟ عمو صارنا يومين ما ماكلين والله ميتين من. السلام عليكم. عليكم السلام. والله عجيب امر هذا الرجال ابو حسين جيراننا، يعني راح اتحجب عليه. هو بسطيه بسيطه ويبيع صمون وقاعد ايجار وقاعد عائله ايش كبرها، يعني اللي يطلعه ببسطيته ربع راتب موظف ما يطلعه، واشوفه دائما مبتسم. شنو السر ما ادري. اي والله استاذ، رغم كل شيء شوفه سعيد، عبالك من كنوز الدنيا كلها. شنو رايك استاذ نروح باكر انت معه؟ اي ابو جاسم، باكر بنطلع من الشغل ونروح المكان بسطيته ونشوف شنو سر سعادته. هلا شلونكم؟ اليوم جبت لكم نساتين. يلا حبيبتي يلا على السريع 10 للبيت يلا. هاي حبيبتي عاك عمري. تبياصة؟ عافية يلا حبيبي. صح صح صح. استاذ هذاك ابو حسين، شو بعده ما مفتح؟ والله ما اعرف ايش منتظر هذا ما ادري. هاي شنو؟ هو ايش بايع على مود يطلع هاي طفله بلاش؟ والله راح يعجبني هذا. استاذ من يطلعوا هالناس؟ والله ما ادري، شيء عجيب. خلونا نروح نشوف. يلا شنو رايك؟ يلا امشي استاذ. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله بعت كل الصمون. اي والله الحمد لله هذا من فضل ربي. الصمون؟ اي والله رايد بس الله يرزقك انت خلصت يعني. عادي اعطيك حصتي. لا حبيبي لا، احنا ناخذ من غير مكان. ماشي. ابو حسين ما دام طريقك مثل طريقنا نوصلك انا بالسياره. والله ما اريد اسوي عليكم زحمه لان منتظر ناس. ما عندنا شيء، احنا همتين ننتظر وياك. ماشي. هلا حبيبي هلا. با حبيبتي هذا مصرف للبيت وهاي تشترين انتي روحتي زين. وخاف احد يصيحك زين حبيبتي، لا ترحين قبل ترحين للبيت زين حبيبي. يلا قبل المغربيه يلا. ابو حسين في سؤال. حبيبي سيد. بس قول لي شنو سالفه هاي الطفله؟ هاي الطفله سالفتها سالفه. ابوها كان صاحب معمل وكنت اشتغل وياه، وكان ما مقصر وياي بالزواج وسواني يعني لحد ما وقفني على رجلي. ويوم من الايام خطيت مرض وتوفى. ذاك اليوم جاي يمشي راجع للبيت العصر، اي عيوني جبت وياي 10 لفات مال قاص. ماشي هسه جاي. يلا يلا سدي هسه جاي. ها شنو عمو؟ ها جاي ايش تسوون؟ عمو ليش تلمون من الزبل حبيبي؟ ليش جاي تلمون من الزبل؟ عمو صارنا يومين ما ماكلين والله ميتين من الجوع، لأن مضطرين ما حد يعطينا فنجمع أكلنا ونوديه البيت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عمو من اليوم بعد تلمون من الزبالة زين؟ انا راح اتكفل بيكم، نقدر علي اساعدكم، وهذا عشاء تاخذوه للبيت. يلا حبيبي يلا قبل للبيت. هي هاي القصة. من ذاك اليوم لهذا اليوم اللي اقدر عليه ما قصر وياهم والحمد لله. والله يا ابو حسين انا ردت اعرف شنو سر سعادتك واليوم عرفت. يعني انت عندك بسطيه صغيره تملك كل هاي السعاده، وانا رصيد بالبنك واملاك وسياره وبيت وامور زينه، بس ما املك هاي السعاده. بصراحه ابو حسين انا تعلمت منك درس. والله يا اخوي شوف،
السعادة الحقيقية ليس بالمال بل بالعطاء والإحسان. أنا ترخصان. محمد، هسه عرفت شنو معنى السعادة، إيه وهاي معنى السعادة الحقيقية. تتذكر ام جاسم اللي كانت تجينا من المحل؟ إيه استاذ. ابد ولا مرة ساعدناها. اريدك تخصص لها راتب كل شهر. ماشي استاذ. ماشي عيني؟ ماشي. وتعلمت درس من هذا ابو حسين. بالفعل.